المنابع الدائمة لنهر النيل والمنابع الموسمية. يلا بينا طلاب الصف الأول الإعدادي، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن درس نهر النيل، وده الدرس الثالث معانا في الوحدة الأولى في الجغرافيا، وكنا نبقى بننهي وحدة عشان نبدأ في الوحدة إن شاء الله الثانية. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده شرح درس نهر النيل بالكامل. عندك مشكلة في الدرس ده مش فاهمه، مش عارف تطبق عليه، في مشكلة واقفة معاك، تعالى معايا بقى واتفرج على الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن الدرس الثالث في الوحدة الأولى من الجغرافيا، وده بيتكلم عن نهر النيل، وبيتكلم شوية معلومات كده ناخدوها عن نهر النيل، بعدين المنابع بتاعته، وبعدين الاتفاقيات اللي اتعملت، بعدين الحضارات اللي قامت عليه، حاجات لذيذه كده صغيره. يلا بسم الله نتكلم عن نهر النيل. واول معلومه لازم نعرفها عن نهر النيل ان هو نهر مهم جدا بالنسبه للعالم وبالنسبه لافريقيا بشكل خاص وبصوره خاصه. وهو يعد من اطول انهار العالم. نهر النيل نهر طويل جدا، بينبع اصلا من وسط وشرق افريقيا لحد ما يوصل للبحر المتوسط، فبيقطع مسافه كبيره جدا، وهو من اطول الانهار وليس الاطول. هو مش اطول نهر في العالم، لا هو من اطول الانهار. تمام، هو من اطول الانهار بس مش الاطول. تمام، وبشكل لافريقيا اهميه خاصه. احنا نقول ان هو نهر نهر مهم للعالم كله ولافريقيا بشكل خاص. ليه؟ عشان على ضفاف نهر النيل ده قامت الحضارات. النيل وهو طالع ماشي كده ورايح لحد شمال افريقيا عند البحر المتوسط، على جانبينه هنا كده التربه خصبه وعندنا ميه، فحصل ايه؟ فالانسان القديم استقر هنا، بس في وسط افريقيا في شمال افريقيا مش ما يهمنيش فين، المهم على ضفاف نهر النيل كده حصل ايه؟ حصل ان توفر ميه والتربه الخصبه ادى الى استقرار الانسان هناك، فاقاموا الحضارات القديمه. يبقى هنا ايه؟ يبقى نهر النيل وشكل افريقيا اهميه خاصه. ليه؟ بسبب نشاه العديد من الحضارات على ضفافه، على ضفاف نهر النيل، يعني على جانبينه. نهر يبقى على الجانبين هنا وهنا، ده اسمها ضفاف نهر النيل. تمام، يبقى على ضفاف نهر النيل، على ضفاف نهر النيل نشأت العديد من الحضارات القديمه. زي ايه؟ عندنا الحضاره المصريه في شمال افريقيا في مصر، عندنا حضاره اكزيوم في وسط افريقيا اللي هي اثيوبيا واريتريا، عندنا حضاره كوش اللي في السودان. تمام، ده امثله على الحضارات اللي نشأت على ضفاف نهر النيل. طيب معلومه ثانيه بيقول ان نهر النيل يعتبر نهرا دوليا. يعني ايه نهر دولي؟ هو اصلا في حاجه اسمها نهر دولي؟ نهر دولي ده معناها ان النهر الذي يجري مجراه، انا عندي النهر ماشي اهو، المجرى ده كده ايه؟ ده كده مجراه. تمام، وروافده. يعني ايه روافده؟ لو انا النهر ماشي وطلع منه رافد كده، تمام، ورافد كده، والرافد ده طلع منه رافد ورافد 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 لحد اخر مصب هنا، يبقى ده كده ايه؟ ده كده النهر، ده كده الرافد بتاعه. يبقى النهر اللي ماشي ده اهو والروافد بتاعته ده اهي تمشي في اكتر من دوله، ده بنسميه نهر دولي. يبقى النهر يبقى دولي لو ايه؟ لو مساره قطع اكتر من دوله، عدى اكتر من دوله، يبقى النهر الذي يجري مجراه وروافده في اكثر من دوله بيطلق عليه بالنهر الدولي. طيب لو النهر هو وروافده ما قطعوش اكتر من دوله، يعني كان النهر في دوله واحده، هنا بيطلق عليه بالنهر المحلي. نهر محلي لان النهر في بلد بس واحده. يعني ولنفترض ان احنا عندنا مصر وفيها نهر اسمه نهر اي حاجه، نهر سين، وبيجري في مصر بس، ما بيجريش لا في السودان ولا في ليبيا ولا في فلسطين ولا في اي حاجه، فخلاص هنا مش هيطلق عليه نهر دولي، مش هيبقى نهر دولي. ليه؟ لانه مش نهر دولي. ليه مش نهر دولي؟ لانه مش بيمر في اكتر من دوله، مصر بس. طب لو بيمر في اكتر من دوله، لو 2 يبقى نهر دولي، لو 100 يبقى نهر دولي. طيب لو مش بيمر يبقى محلي او محلي في مصر. يبقى كده بنتكلم عن النهر الدولي هو النهر اللي بيجري مجراه. يعني ايه مجرى النهر؟ النهر نفسه او روافده، الروافد اللي بتطلع منه دي في اكتر من دوله. تمام، يبقى كده عندنا النهر الدولي فهمنا يعني ايه، وعندنا برضو ان نهر النيل هو نهر دولي. معنى كده ان نهر النيل هو نهر دولي انه بيجري في اكتر من دوله. طيب كم دوله وايه هم ومين هم وفين مواقعهم؟ رقم 1 هم 11 دوله. يبقى نهر النيل بيجري في كم دوله؟ 11 دوله. كم واحده؟ 11 دوله. مين هم؟ رقم 1 مصر شمال القارة، 2 جنوب السودان، 3 السودان. هنا السودان مختلفة عن جنوب السودان لأن السودان اتقسمت وحصل لها تقسيم، فعندنا السودان
وجنوب السودان، مش كلها على بعضها. يبقى عندي هنا جمهورية السودان وهنا جمهورية جنوب السودان. يبقى السودان مفيش حاجة اسمها سودان وسودان واحدة بس، لا، السودان وجنوب السودان، وبرضه ما تقولوش السودان الشمالية أو شمال السودان وجنوب السودان. جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. رابع دولة معانا وهي إريتريا، ولازقة فيها على طول إثيوبيا. إريتريا وإثيوبيا، خد بالك إن دول هيكونوا موطن حضارة أكسيوم، هناخدوها في آخر الدرس. موطن حضارة أكسيوم، تمام؟ يبقى هنا إريتريا وإثيوبيا. يبقى لحد الآن مصر، جنوب السودان والسودان، إريتريا وإثيوبيا، إريتريا وإثيوبيا. بعدين بقى عندك إيه؟ الكونغو ورواندا وبوروندي. الكونغو ورواندا وايه؟ وبوروندي. الكونغو ورواندا وبوروندي. بعدين اخر حاجه كينيا تنزانيا. كينيا تنزانيا، كينيا تنزانيا، كينيا تنزانيا واوغندا. وكمان عندنا دوله مين؟ اوغندا. اوغندا، تمام؟ يبقى كده عندنا مصر، جنوب السودان والسودان، اريتريا واثيوبيا، كونغو، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، اوغندا. دول كده ال 11 دوله اللي بيمر بيهم او بيقطعهم نهر النيل وروافده كمان. يبقى نهر النيل نهر دولي بيمر ب 11 دوله، من هم مصر والسودان وجنوب السودان، اريتريا واثيوبيا، كونغو، رواندا، بوروندي، اوغندا، كينيا، تنزانيا. دول كده ال 11 دوله اللي بيمر بيهم نهر النيل. طيب في حاجه اسمها حوض النيل. حوض النيل، مش احنا عندنا حوض، عندنا في حنفيه هنا، صح؟ والميه بتنزل، صح ولا لا؟ صح. طيب الميه لما تنزل من الحنفيه في مصفى هنا كده بتصرفها في الصرف، صح؟ الميه هنا بتنزل، تمام؟ بتنزل هنا وبتطرطش هنا شويه او هنا شويه. ده اسمه حوض عندنا في كل مكان، صح؟ ده كده اسمه حوض. الحوض ده بيضم ايه؟ بيضم الحنفيه دي اللي بتنزل ميه، والميه لحد ما تنزل تحت، وهنا كمان. يبقى هنا الحوض ده بيضم الميه من ايه؟ من الحنفيه اللي بتنزلها والمكان اللي ايه؟ اللي فيه الميه. يعني الحوض ده لو اتملى على اخره يبقى كده اتملى ميه، صح؟ يبقى المكان ده كله ايه؟ مملي ميه برضه في الحوض. طيب حوض النيل ده معناه ايه؟ حوض النيل ده انا عندي النيل، نهر النيل ماشي اهو، عندي فيه شويه روافد ماشيه فيه، تمام؟ اهو مصب اهو. طيب يبقى انا عندي المكان ده كله، يعني المكان اللي بيجري فيه نهر النيل ده كله مع روافده بيطلق عليه بحوض، حوض النهر. وهنا هنتكلم عن نهر النيل، يبقى حوض نهر النيل. يبقى حوض النهر اصلا ده معناه ايه؟ حوض النهر ده المكان اللي بيجري فيه النهر وروافده، النهر وروافده. يبقى المكان اللي بيجري فيه النهر اهو وروافده كلها، يبقى المكان ده كده بيطلق عليه باسم حوض النهر. يبقى المكان ده بيطلق عليه باسم ايه؟ حوض النهر. الحوض اللي بيضم النهر كله بروافده، بيضم النهر كله بروافده. شبهنا هنا بالحوض اللي بيضم النهر اللي هي الميه اللي ايه؟ اللي هي الحنفيه اللي بتنزل الميه، تمام؟ والروافد الميه لما بتنزل بتطرطش هنا وبتطرطش هنا وهكذا. يبقى ده هي الحوض. يبقى كده ان الروافد بتاعت النهر والنهر نفسه، النهر نفسه لو ماشي في مكان والروافد بتاعته، فالمكان ده بيسمى بحوض النهر. حوض النهر عشان بيجتمع او بتكون جواه النهر وروافده، تمام؟ طب عندنا في النيل بقى حوض نهر النيل، ده بيضم ايه؟ حوض نهر النيل بيضم الاماكن اللي بيجري فيها النهر وروافده، صح؟ طب مساحته قد ايه؟ مساحته 10% من قارة افريقيا. كم في المية؟ 10%. يبقى حوض نهر النيل بيشكل كم في المية من مساحة القارة؟ 10%، تمام؟ هو حوض النيل تطلق على ايه؟ تطلق على المنطقة التي يجري بها النهر، اهو المكان اللي بيمشي فيه النهر وروافده والروافد بتاعته ومجاريه، وهو ايه؟ يمثل 10% في القارة، ويمثل 10% من مساحة القارة، تمام؟ ده كده هو حوض النهر. طيب عندنا حاجة تانية وهي اسمها الأندوجو أو تجمع الأندوجو. مصر عملت التجمع ده، يعني قال لك احنا عندنا ايه؟ النهر اهوت، عاوزين نعمل شوية اتفاقيات، عاوزين نعمل حاجات كده ايه؟ ننظم النهر، ننظم استخدامه. فعايزين نعمل اجتماع يا جماعة، يلا بينا نعمل اجتماع يعني. قال لك هنعمل حاجة اسمها الأندوجو. ايه الأندوجو؟ مجتمع الأندوجو. صاحبة الفكرة هي مين؟ مصر هي صاحبة فكرة إنشاء مجتمع الأندوجو. طب الأندوجو ده معناها إيه؟ كلمة غريبة. الأندوجو باللغة السواحلية تعني الإخاء. إيه السواحلية وإيه الإخاء؟ الإخاء اللي هو الأخوة، يعني جاية من الأخوة، تمام؟ طيب كده المجتمع اسمه الأندوجو، تعني باللغة السواحلية الإخاء. طب إيه اللغة السواحلية؟ دي لغة أهل الساحل.
احنا بنتكلم على افريقيا، وان احنا عندنا ساحل البحر الاحمر وعندنا البحر المتوسط. فانت عندك هنا في البحر الاحمر هنا الناس هنا ايه اطلقوا الاندوجو اللي هي تعني الايه الاخاء. تمام، يبقى الاندوجو تعني الاخاء عندهم. يبقى انت لما تروح هناك تقول لهم اندوجو اندوجو، هم عرفوا انها اخاء. تمام، يبقى كده مجتمع الاندوجو صاحبة فكرته مين؟ مصر. طب واسمه الاندوجو معناها ايه؟ الاندوجو معناها الاخاء اللي هي الاخوه يعني. طيب الاندوجو دي تعني الاخاء بانهي لغه؟ باللغه السواحليه. باللغه السواحليه لغه اهل الساحل اللي هنا. تمام، يبقى شكلت دول حوض النيل، كل دول حوض النيل ال11 شكلوا المجتمع ده. بس مين صاحب الفكره؟ ما تنساش مصر. مصر ايه؟ صاحبه الفكره. بقول لك ان هم شكلوا دول حوض نهر النيل اللي بتجمعها مصر في كده باللغه السواحليه تعني الاخاء، ومصر هي صاحبه الفكره. يبقى مجتمع الاندوجو او مجتمع الاندوجو ده مجتمع مين صاحب فكره انشائه؟ مصر. طيب يتكون من كم دولة؟ من 11 دولة اللي هي دول حوض نهر النيل مجتمعين في حاجة اسمها مجتمع الاندوجو. طيب هم عاوزين يعملوا المجتمع ده، قلنا عشان ينظموا استخدام النهر وينسقوا التعاون وينسقوه التعاون ما بينهم ويزودوا التبادل والخبرات والكلام ده. طيب أهدافه بقى، نتكلم عن الأهداف. هم كانوا عاوزين يعملوا ليه؟ أهداف الاندوجو، قال لك والله مجتمع الاندوجو أهدافه رقم 1 التشاور. عاوزين يتشاوروا فيما بينهم، يعني هو يجتمع كده ال11 والله في مشكلة على النهر نقعد ونتكلم ونحلها، في فايدة جاية من النهر نقعد نتكلم ونحاول نقسمها مع بعض وهكذا. التشاور والتنسيق فيما بينهم. يبقى التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول. لو حبوا مثلا انهم يعملوا مشروع على نهر النيل يتعاونوا ويقسموا الادوار ويعملوا المشروع. في مشكلة ظهرت يتشاوروا وينسقوا ويحلوها وهكذا. يبقى رقم 1 التعاون فيما بين الدول حوض نهر النيل والتنسيق ما بينهم والتعاون بين الدول. يبقى بالتشاور والتنسيق والتعاون بين الدول عشان يتعاونوا وينسقوا على تنظيم نهر النيل، واي مشكله يصلحوها، واي فايده يقسموها، واي مشروع عاوزين يعملوه يتعاونوا مع بعض في ان هم يعملوا وحده يعني. رقم 2 الحفاظ على المصالح المشتركه. يعني ايه؟ يعني كلنا نستفاد، محدش فينا يضر. يعني مش تيجي دوله تعمل لك نهر كبير جدا يمنع الميه توصل للناس اللي عند المصاب، وتيجي دوله قبلها تعمل نهر فتمنع الميه توصل لها وهكذا. لا مفيش كده، احنا هننسق مع بعض، كل حد عايز يعمل حاجه نجتمع، انا عاوز اعمل كذا. طب ليه؟ والله ده هيفيدني بكذا وكذا وكذا. طب ندرسوا بقى الموضوع. طب لا ده الموضوع ده هيضر دوله ثانيه حتى لو بعيده، بس هيضرها ولو بنسبه صغيره هيضرها في المجال ده. لا الغي فكرتك يعني وهكذا. يبقى هنا ايه؟ الحفاظ على المصالح المشتركه. انت هتستفاد وانت هتستفاد وكلنا هنستفاد، بس محدش يتضرر. فبالتالي لما يكون في حد فيهم عايز يعمل مشروع او عايز يعمل فكره او عايز يعمل اي حاجه بيعرضوها وبيطرحوها الاول. هو بيعرضها وبيعرض الفوائد بتاعتها والنتائج بتاعتها، هم بقى بيدرسوها وكذا. لو فيها اضرار لو فيها اثار سلبيه بيبتدوا ان هم يلغوا الفكره دي خالص، يلغوا الفكره دي. يبقى مجتمع الاندوجو اهدافه التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول. رقم 2 دعم المصالح المشتركه والحفاظ على المصالح المشتركه. تمام، بيتكون من 11 دوله. مصر صاحبه فكره انشاؤه، اتكلمنا ان هو يعني باللغه السواحليه الاخاء. طيب نروح بقى لجزئيه ثانيه وهي منابع نهر النيل. النهر بينبع منين؟ اعتقد انكم اخذتوا الكلام ده تمام على ايه؟ المنابع نهر النيل، واخدنا المنابع الموسميه والمنابع الدائمه. اتكلمنا عن عندنا منابع موسميه بتنبع منين ودائما بتنبع منين. نتكلم ان احنا عندنا منبعين لنهر النيل، منبع في وسط القاره، وطبعا ده هضبه البحيرات الاستوائيه ما تنساش، بيقطعها دائره الاستواء، تتميز بسقوط الامطار طوال العام، لذلك يطلق عليها بالمنبع الدائم ما تنساش. يبقى ايه؟ عندنا منبع في وسط القاره. رقم 2 منبع في شرق القاره. شرق القاره يبقى عرفته من نفسك، ده هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا، وده منبع ايه؟ موسمي لسقوط الامطار في فصل الصيف. تمام، يبقى عندنا المنابع نوعين، دائم وايه؟ وموسمي. عندنا المنبع اللي في وسط القاره ده المنبع الدائم، واللي في شرق القاره ده الموسمي. اللي في وسط القاره هضبه البحيرات الاستوائيه، واللي في شرق القاره هضبه الحبشه. تمام، بقول لك ان ايه؟ المنبعين دول اللي احنا بنتكلم عن الشرق وعن الوسط، الاثنين دول بيمدوا نهر النيل بمياههم وبتبتدي تطلع لحد ما تصب عند المصب. يبقى عندي منابع نهر النيل، واحد في وسط القاره واحد في شرق القاره، والاثنين دول بيمدوا نهر النيل بمياههم وبيروح نهر النيل يصبهم في البحر المتوسط. فين؟ يبقى كده عندنا المصب فين؟ في البحر المتوسط. يبقى منابع نهر النيل
عندنا هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. مصب نهر النيل البحر المتوسط. المنبع ده المكان اللي بيطلع منه الميه، المنبع بتاعها اللي هو ايه؟ اتكلمنا منبع في وسط القاره هضبه البحيرات، ومنبع في شرق القاره هضبه الحبشه. طب المصب المكان اللي بيصب فيه، المكان اللي بيكب فيه ميه، البحر المتوسط. تمام. جمال حمدان بقى قال لك ان نهر النيل ثنائي المنبع. مين جمال حمدان؟ ده عالم جغرافي، عالم جغرافي في الجغرافيا. تمام. قال لك ان نهر النيل ايه؟ ثنائي المنبع. ليه ثنائي المنبع؟ لان هو بيستخدم او بيستمد مياهه منين؟ من هضبه الحبشه، وده منبع موسمي، وهضبه البحيرات الاستوائيه ودي منبع دائم. تمام. يبقى ده انه يستمد مياهه ايه؟ من هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه. اهو نهر النيل ثنائي المنبع. طيب عندنا ليه؟ يقول لك انه بيستمد مياه من منبع دائم، تمام، الى المنابع الدائمه اللي هي في وسط القاره اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه. وعندنا رقم 2 المنابع الموسميه اللي في شرق القاره اللي هي هضبه الحبشه. يبقى كده لما نتكلم عن منابع نهر النيل ونقول ان جمال حمدان قال لك وعرفك ان نهر النيل ده ثنائي المنبع. ليه ثنائي المنبع؟ عشان بينبع من مكانين. الميه بتاعت نهر النيل بتطلع من مكانين، من اكتر من مكان، من شرق القاره من هضبه اسمها هضبه الحبشه، ومن وسط القاره من هضبه البحيرات الاستوائيه. وخد بالك انت اخذتها اصلا في درس قبل كده ان هضبه البحيرات الاستوائيه منبع دائم، يعني الميه بتمد نهر النيل بمياهه على طول ما توقفش. ليه؟ لسقوط الامطار عليه طوال العام، طول السنه سقوط مطر وبغزاره شديده، فبالتالي نهر النيل بيلاقي ميه عن طريق هضبه البحيرات الاستوائيه. طب المنبع الموسمي هضبه الحبشه. ليه؟ لسقوط الامطار برضه بس في فصل واحد، فصل الصيف. تمام. ده كده منابع نهر النيل. نخش بقى ناخد المنبع الدائم ونخش ناخد المنبع الموسمي بقى ونتعمق فيهم. تعالى بقى نخش عليهم، يلا نخش على المنابع. هنتكلم هنا رقم 1 عن المنابع الدائمة. المنابع الدائمة اللي هي فين؟ اتكلمنا انها تقع في هضبة البحيرات الاستوائية. فين؟ في وسط القارة. هضبة البحيرات الاستوائية فين؟ في وسط القارة اهو. ودي امطارها غزيره وطوال العام، واتكلمنا ان المطر فيها غزير وبيسقط طوال العام، صح؟ لذلك هي المنبع ايه؟ الدائم لنهر النيل، لذلك يطلق عليها المنبع الدائم لنهر النيل. يبقى بيطلق على هضبه البحيرات الاستوائيه المنبع الدائم لنهر النيل. ليه؟ لسقوط الامطار عليها طوال العام، طوال العام. طيب بقول لك انها فيها شويه بحيرات وشويه انهار كده، يعني هضبه البحيرات الاستوائيه دي فيها شويه بحيرات وانهار. هنتكلم رقم 1 عندنا بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا تعالى بقى على الخريطه، دي كده بحيره فيكتوريا. بص معانا على الخريطه دي كده، هي بحيره فيكتوريا. تمام. ودي هي تاني اكبر بحيره في العالم من ايه؟ حيث المساحه. تاني اكبر بحيره عذبه من حيث الايه؟ من حيث المساحه في العالم. يبقى ثاني اكبر البحيرات العذبه في العالم هي بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا موجوده في هضبه البحيرات الاستوائيه في قاره افريقيا. اهي هي دي هضبه ايه؟ هي دي بحيره فيكتوريا. تمام. طب رقم 2 عندنا نهر كاجيرا. تعالى بص على الخريطه تاني، هتلاقي بص هنا كده، هنا كده ده بحيره كاجيرا. البحيره دي بتصب مياها هنا كده في بحيره ايه؟ في بحيره فيكتوريا من جهه الغرب. بحيره فيكتوريا بتودي لحد ما توصل للنهر. يبقى هنا عندنا نهر كاجيرا من اهم مصادر بحيره فيكتوريا. يبقى نهر كاجيرا ده بيدي ميته فين؟ لبحيره فيكتوريا هنا. يبقى من اهم مصادر بحيره فيكتوريا نهر كاجيرا، وبيصب في جهه الغرب هنا اهو، ويصب من جهه الغرب، يصب من جهه الغرب. يبقى عندنا اهم البحيرات والانهار في هضبه البحيرات الاستوائيه. رقم 1 نتكلم عن بحيره فيكتوريا، ودي ثاني اكبر البحيرات العذبه في العالم، ودي موقعها هنا كده، هي الكبيره اللي في النص. بعدين بنتكلم عن نهر كاجيرا هنا كده، وده بيوصل ميته او بيمد بحيره فيكتوريا بمياهه عن طريق ايه؟ المكان فين المكان اللي بيحط فيه ميته؟ غرب بحيره فيكتوريا. يبقى نهر كاجيرا بيودي ميته لبحيره فيكتوريا بس في الغرب بتاع بحيره فيكتوريا. تمام. قال لك وبالرغم من ذلك لا تصل كميات كبيره الى مصر. يعني بالرغم ان هضبه البحيرات الاستوائيه منبع دائم والامطار بتسقط طوال العام، وعندك بحيره بتزودها بالميه، وعندك نهر بيزودها بالميه، وعندك حاجات كتير، الا ان الميه دي نسبه كبيره منها مش بتوصل لمصر. طب ليه؟ يا ترى ليه بقى؟
يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ لأن أنت بتتكلم عن أفريقيا ووسط أفريقيا، بتتكلم عن البخر، درجة الحرارة مرتفعة جدا مع سقوط أمطار، تمام؟ البخر هو اللي بيخلي إيه؟ المية ما توصلش، إزاي؟ درجة الحرارة مرتفعة، تمام؟ فالمية بتتبخر، فمنسوب سطح ايه؟ فمنسوب الميه ومنسوب سطح النهر ده بايه؟ بيبتدي ان هو ينخفض، فما يوصلناش ميه كتيره. دلوقتي احنا عند النهر اهو، المنسوب بتاعه وليكن ايه؟ 100 متر، عند درجه الحراره مرتفعه، فايه؟ درجه الحراره مرتفعه، فايه؟ اشعه الشمس بتنزل على النهر، على الميه بتاعته، فالميه هتبتدي انها تتبخر وتطلع في هيئه سحب، تمام؟ منسوب النهر نزل من 100 متر ل 90 متر، يبقى انا كده عندي منسوب ايه؟ منسوب النهر انخفض، منسوب النهر انخفض. طب ليه انخفض؟ ما انا عندي ميه بتسقط طوال العام، انا عندي فصل صيف ميه بتنزل، الدنيا بتشتي، ليه انخفض؟ علشان البخر، ارتفاع الحراره ادى الى بخر وتبخر المياه. طب لما تروح للشتاء لا، البحر بيقل، البخر بيقل، فانت عندك منسوب النهر بيفضل زي ما هو، منسوب النهر بيفضل زي ما هو. يبقى انا كده عندي ايه؟ بالرغم ان كميه الميه الموجوده في هضبه البحيرات الأستوائية او اللي بتزود بيها نهر النيل كبيره، وبالرغم برضه انه منبع دائم وسقوط الامطار طوال العام، الا ان بيوصل كميه قليله الى مصر بسبب التبخر، بسبب البخر. طب لما تروح بقى على الخريطه وتبص، هتلاقي عندك هنا دي بحيره فيكتوريا، تمام؟ جنبها هنا كده، ده كده اتكلمنا عن نهر كاجيرا اللي بيزودها من حيث من الغرب، تمام؟ وعندك هنا كده بحيره اسمها بحيره كيوجا، بحيره شمالها شويه اسمها كيوجا، بحيره كيوجا، شمالها في دوله اوغندا. دوله مين؟ اوغندا. وهنا في الجنب ده كله عندك كينيا، دوله كينيا، تحت دوله تنزانيا، فرحها دوله بوروندي، هنا كده دوله بوروندي، وهنا كده رواندا، هنا رواندا، فوق كده عندك الكونغو الديمقراطيه، والبحيره دي بحيره اسمها البرت، وعندنا بحيره ثانيه بحيره ادوارد. بحيره ايه؟ ادوارد. يبقى كده لما تبص على المنبع الدائم لنهر النيل، عندك في المنتصف وده القلب هضبه ايه؟ بحيره فيكتوريا. بص شمالها عندك بحيره كيوجا، عندك هنا بحيره البرت، هنا بحيره ادوارد. يبقى لو قلنا ان دي كده هي ايه؟ بحيره الايه؟ بحيره فيكتوريا. هنا كده عندك كيوجا، وهنا كده عندك البرت، وهنا كده عندك ادوارد من حيث البحيرات. طيب لما تبص على الدول هتلاقي عنده شرق ايه؟ دوله كينيا. طب في الجنوب الشرق هتلاقي عنده تنزانيا، جنوب الغرب هتلاقي عنده بوروندي، في الغرب هتلاقي عنده رواندا. طيب في الشمال الشرقي، في الشمال الغربي هتلاقي عنده هنا الكونغو، هنا الكونغو، تمام؟ بس تاخد بالك عشان ممكن يشيل لك الدوله من دي ويحط لك واحد ويقول لك دي دوله ايه؟ اعطيك الخريطه، ده دوله كينيا، تنزانيا، بوروندي، رواندا، الكونغو، اوغندا. طيب لو شال لك البحيرات هتقول له ان دي بحيره ادوارد، البرت، كيوجا، فيكتوريا، نهر ايه؟ نهر ايه؟ كاجيرا، تمام؟ ده كده بالنسبه للمنبع الدائم لنهر النيل. طب المنبع الموسمي لنهر النيل بنتكلم عن هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا اهي، نتكلم عليه. قال لك والله المنبع الموسمي، قال لك تقع فين؟ في هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا، شرق القاره، موجوده فين؟ في الشرق من القاره، عارفينها واخدينها اصلا قبل كده. طيب بقول لك ان فيها امطار غزيره بس موسميه، يبقى الامطار بتاعتها ايه؟ غزيره لكن موسميه، امطار غزيره لكن موسميه، لذلك يطلق عليها بالمنبع الموسمي لنهر النيل بسبب سقوط الامطار في فصل الصيف فقط، اما باقي فصول السنه لا. يبقى امطار، يبقى هي يطلق عليها بالمنبع الموسمي بسبب سقوط الامطار عليها في فصل الصيف فقط، تمام؟ وبتكون امطار غزيره كمان. طيب يقول لك تتضمن ايه بقى؟ مجموعه من الروافد، مجموعه من الانهار. ايه هي؟ قال لك رقم واحد عندنا نهر الصوباط. نهر ايه؟ نهر الصوباط. لو بصيت تحت هتلاقي عندك نهر الصوباط طالع، وبعدين بيبتدي ان هو يودي ميته لنهر النيل، وادي النيل الابيض، وبيوصل لحد ما يجتمع هنا. يبقى ادي نهر الصوباط اهو، اهو بيوصل هنا كده، هو بيفضل ماشي لحد ما يوصل هنا يجتمع مع مين؟ مع النيل الابيض ويزود الميه، تمام؟ يبقى كده عندي نهر الصوباط اهو، نهر الصوباط وتلتقي بحر الجبل ويمد ايه؟ بالمياه. هنا كده عندنا بحر اسمه بحر ايه؟ او بحر الجبل، تمام؟ هنا كده بحر اهو، بحر الجبل، تمام؟ ده بحر الجبل. بحر الجبل ده فيه ميه بس الميه بتاعته مش كتيره، ليه؟ انت لما تتكلم عن هضبه البحيرات الاستوائيه وان البخر اللي فيها بيؤدي ايه؟ قله الايه؟ الميه. في اماكن من هضبه البحيرات الاستوائيه بيكون فيها ميه قليله جدا،
ميه قليله لدرجه ان المجاري مش بتمشي، يعني المجاري المائيه مش بتمشي، لا ده مستنقعات خفيفه كده الميه، يعني كده ايه 10 سم 15 سم 20 سم، فما فيش جريان للميه اصلا، ميه واقفه راكده، ميه راكده كده. تمام. طيب المكان ده بيكون في هنا كده في بحر الجبل. بحر الجبل ده يعني هو مكان بتكون تتجمع فيه المياه المتبقيه من ايه؟ من هضبه البحيرات الاستوائيه. تمام؟ يعني هضبه البحيرات الاستوائيه كميه كبيره منها بتمشي والكميه بتتبخر، فاللي بيتبقى هو ده بيكون في بحر الجبل، وبيكون شويه صغيرين يعني مش قويين كفايه ولا ولا كميه كبيره كتار، يعني بحيث ان هم ايه يجروا في المجرى، لا هم شويه ضعاف جدا وصغيرين راكدين في الارض زي المستنقعات كده. تمام. فموجودين هنا، فلما بتيجي تجتمع معاهم نهر الصباط، نهر الصباط في ميه، فميه نهر الصباط بتيجي مع شويه مع المستنقعات دي والمياه الضعيفه دي والصغيره دي بيجتمعوا مع بعض، فبيبقوا قويين ووحده وبيكملوا لحد ما يطلعوا لفوق. يبقى بحر الجبل اللي تعرفه انه بيتكون من مجموعه من المياه المتبقيه من هضبه البحيرات الاستوائيه، موجود هنا وبيتلقى او بيتقابل مع نهر الصباط، وبعدين بيطلعوا لحد ما يصبوا في نهر النيل. تمام. نتكلم عن النيل الابيض. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين عندنا النيل الازرق. النيل الايه؟ الازرق. فين النيل الازرق؟ اهو النيل الازرق. قال عندنا هنا بحيره اسمها بحيره تانا، والنيل الازرق يطلع منه لحد ما يتقابل مع النيل الابيض اللي هو ده في السودان، ويطلعوا لحد ما يكملوا. يبقى هو ده النيل الازرق. والنيل ايه؟ الازرق. طبعا عندنا حاجه ثانيه واسمها بحيره عطبره. عطبره هو ده بيفضل ماشي كده 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 يتقابل مع النيل الابيض ويكمل. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي النيل الازرق وده ما هو ده هو النيل ده، وعندي نهر عطبره اللي هو ده. تمام. بيمد النهر بالمياه ويصب في المتوسط، يعني النهر بيطلع لحد ما يصب في البحر المتوسط. يبقى انا كده عندي هنا كده نهر الصباط يتقابل مع بحر الجبل وبيصب في النيل الابيض. عندي النيل الازرق اهو بيفضل ماشي كده لحد ما يصب في النيل. عندي نهر عطبره اهو ودول بيطلعوا. ده كده هي المنابع الموسميه لنهر النيل وروافده. طيب نتكلم عن المنبع الموسمي لنهر النيل بانه هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا. ايه هي الروافد بتاعته دي؟ يعني الروافد اللي بتطلع منه وبتجري في الاراضي اللي في الحوض بتاعه. عندنا نهر الصباط، بحر الجبل، نهر عطبره، والنيل الازرق. دي كده كانت منابع نهر النيل. المنبع الدائم اللي هو هضبه البحيرات الاستوائيه في وسط القاره وتقطعها دائره الاستواء، ويطلق عليها بالمنبع الدائم لسقوط الامطار عليها طوال العام، ودي امطار غزيره، ولكن نسبه كبيره منها بتوصل الى مصر بسبب البخر. طب الامطار الموسميه او المنابع الموسميه اللي بنتكلم عليها في هضبه الحبشه او هضبه اثيوبيا، ودي منابع موسميه لسقوط الامطار في فصل واحد وهو فصل الصيف. عندك طب الروافد بتاعت المنابع الموسميه، عندنا نهر الصباط والنيل الازرق ونهر عطبره وبحر الجبل. بنتكلم عن المنابع الدائمه، عندنا روافد، عندنا بحيرات وانهار، بحيره فيكتوريا ونهر كاجيرا. تمام. ده كده كان الجزء بتاع المنابع. نخش بقى على الجزء اللي بعد، نخش بقى على الجزئيه الثانيه الا وهي الاتفاقيات. طبعا نهر زي نهر النيل من اهم انهار افريقيا، بل من اهم انهار العالم كله، واهم نهر في افريقيا بيمر ب 11 دوله، كان لازم له اتفاقيات وقواعد لازم نمشي عليها، دستور يعني لازم نحط قوانين كده وقواعد الدول ال 11 تمشي عليهم علشان ما يحصلش ضرر لاي من الدول دي. صح. نتكلم رقم واحد على الاتفاقيات. الاتفاقيات عندنا منقسمه الى نوعين، الاتفاقيات اللي حصلت عند نهر النيل او لنهر النيل. رقم واحد الاتفاقيات الدوليه، منها دولية يبقى كانت على نطاق دولي وتنظيمها كان تحت إشراف الأمم المتحدة. لأن عندنا الاتفاقيات الإقليمية، وده إقليمية يعني دول حوض نهر النيل هي اللي عملت الاتفاقيات دي مع نفسها وهي اللي مشرفة عليها، ما حصلش تدخل دولي. يعني الاتفاقيات الدولية دي اتفاقيات خضعت لإشراف دولي اللي هي مين؟ الأمم المتحدة، بينما الاتفاقيات الإقليمية لا، ده كانت تحت إشراف من دول حوض النيل بس. طيب الاتفاقات الدوليه رقم واحد هنتكلم عن الامم المتحده، وعملت اتفاقيه قانون تنظيم استخدام المجاري المائيه في الاغراض الغير ملاحيه. يعني هي حطوا قانون ان احنا هنستخدم يا جماعه الميه دي او المجاري المائيه في الاغراض غير الملاحيه، مش هنستخدمها في الملاحه، مش هنستخدمها في النقل يعني.
تمام. يبقى هنا هم الامم المتحده حطت قانون ايه؟ تنظيم استخدام المجاري المائيه في الايه؟ في الاستخدام او في الاغراض الغير ملاحيه. يبقى انا هحط قانون ينظم لي استخدام المجاري المائيه، وليكن نهر النيل كان على سبيل المثال في استخدام غير ملاحي او اغراض غير ملاحيه. يعني مش هستخدمه في النقل، لا هستخدمه في حاجات تانية. الامم المتحده حطت القانون ده. طيب ليه حطت القانون ده؟ والله بهدف تنظيم استخدام المياه. عايزه تنظم استخدام الميه، مش كل دوله تروح تعمل لها سد، تروح تعمل لها خزان، تروح تعمل لها حاجه عشان تخزن الميه. لا لا لا، احنا هننظم الكلام ده وحمايتها، هنحمي الميه ونديرها. يبقى بهدف ايه؟ بهدف تنظيم استخدام المياه وحمايتها وادارتها. يبقى عشان ننظم استخدام الميه، نحافظ على الميه وندير الميه. اثنين، تحقيق الانتفاع الامثل للاجيال القادمه. يعني نحاول ان احنا نستخدم ميه على قدر المستطاع حاليا، بس برضه نوفر ميه ونوفر موارد للاجيال اللي جايه بعد كده، الاستدامه البيئيه يعني. يبقى كده الامم المتحده عملت قانون او اتفاقيه قانون تنظيم استخدام المجاري المائيه في الاستخدامات او الاغراض غير الملاحيه. ليه؟ عشان ننظم استخدام الميه ونحمي الميه، ان ايه؟ مش هنستخدم ميه كتير بقى، لا نحمي الميه نستخدمها استخدام يعني ايه؟ معقول شويه، نحافظ على الميه نديرها صح، نقلل الهدر يعني، نحافظ عليها بحيث برضو ان هي ايه؟ نحقق الانتفاع علينا دلوقتي ونستخدمها، بس برضو ما ننساش الاجيال اللي جايه بعد كده، ما ننساش ايه؟ الاجيال القادمه وتحقيق الانتفاع الامثل للاجيال القادمه. هي دي الاستدامه، هي دي ان انا حاليا استخدم بس برضه ما انساش اللي جاي بعدي، ما انساش الاجيال القادمه، فنستخدم بس بعقل شويه. استخدم ايه؟ اللي يكفيني، مش هستخدم اكتر ما يكفيني، او ان انا استخدم بقى الميه بتاعتي، عندنا ميه نهر النيل فنروي الاراضي بقى بايه؟ باستخدام ري بالغمر بقى وبيتلف ميه كتيره جدا ونعمل حاجات. لا 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 لا، احنا نحافظ على الميه، نستخدم اساليب في الري، في الشرب، في كل حاجه بنستخدم في الميه نستخدم فيها اساليب حديثه متطوره تحافظ على المياه وعلى اداره المياه، ونقلل من الهدر عشان الاجيال القادمه بعد كده يلاقوا الميه دي، مش يجوا يلاقوا مفيش ميه، الاجيال السابقه خلصتها او هدرتها او اتلفتها او لوثتها. لا طبعا. تمام. ده كده كان الاتفاقيات الدوليه واتفاقيه تحت اشراف الامم المتحده. طيب نخش بقى الاتفاقيات الاقليميه. تمام. اقليميه يعني بين دول حوض النيل وبعضهم البعض. طيب قال لك والله قامت مصر ودول حوض نهر النيل، طبعا هم 11 دوله منهم ايه؟ مصر. طيب بالعديد من الاتفاقيات، هناخد منهم اتفاقيتين، واحده 1929 وواحده 2015. طب 1929 دي قال لك والله كانت بتنص على التزام دول حوض النيل، يعني كل دول حوض النيل اللي هم ال 11 ملتزمين بايه؟ قال لك عدم القيام باي مشروعات. يعني الدول دي مش هتعمل اي مشاريع على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع مصر. ما هي مصر في المصب، واخر دوله بيوصل لها النهر، اخر دوله بيوصل لها الميه. فاي مشروع على اي دوله، سد او خزان او اي حاجه هيعملها، هتاثر على مصر بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام. فقال لك ان الاتفاقيه دي بتنص ان مفيش دوله من الدول ال11 اللي بتمر بيهم نهر النيل هيعمل اي مشروع مهما كان الا بموافقه بالمصر، الا باذن من مصر. مصر تقول له ماشي اعمل، لا ما تعملش. طبعا ده مصر هتدرس المشروع وتشوف لو هيأثر عليها سلبا هتقول له لا ما تعملش ومش هيعمل. طب لو هتأثر عليها ايجابا تقول له اعمل ودوس وانا معاك. طب لو مش هتأثر لا بالسلب ولا بالايجاب تقول له اعمل، انا ماليش دعوه، طالما في مصلحتك اعمله. يبقى كده ايه؟ كل دول حوض النيل مش هيعملوا اي مشروعات ولا اي حاجه على النهر كله بدون موافقه ايه؟ مسبقه من مصر. طيب ده كده اتفاقيه 1929. نروح لاتفاقيه 2015 ودي اتفاقيه حديثه. تمام. يدوب من 10 سنين. قال لك والله اتفقت مصر ومين؟ مصر واثيوبيا والسودان. خد بالك من مصر واثيوبيا والسودان. مصر والسودان تحتها، وعندنا اثيوبيا عشان ايه؟ عشان المنبع بتاع هضبه الحبشه. تمام. على عده مبادئ لاستخدام النيل. يبقى الاجتماع ده شمل الثلاث دول دول بس، يعني ما خدش الدول بتاعت الدول الثانيه الثمانيه التانيين، لا، مصر السودان واثيوبيا. عده قواعد كده بينظموها. قال لك ايه؟ قال لك والله رقم واحد التعاون، يعني الثلاث دول دول هيتعاونوا فيما بينهم، يعملوا مشاريع تنميه، تعاون، تبادل خبرات وهكذا. والتنميه عايزه ايه؟ يعملوا مشاريع تنمويه مع بعض، واستخدام المنصف للمياه.
مهمه دي، الاستخدام المنصف للمياه، يعني مفيش حد هيستخدم ميه بشكل يضر التاني. وده اللي عمله اثيوبيا او عملته دوله اثيوبيا، وانها عملت ايه؟ سد النهضه، واللي بيشكل خطر حقيقي على مصر، بالرغم ان هم مدركين ده ومدركين خطر اقامه سد النهضه في المكان الخطر ده، مكان خطر جيولوجيا، مكان ضعيف جيولوجيا، يعني قابل لما يحصل فيه زلازل ويتدمر تماما وتغرق الدول اللي بعد كده. هم عارفين ده ومدركين الخطر ده، بس برضه عملوا سد النهضه، وده اللي ايه؟ ما التزمش بيه دوله مين؟ دوله اثيوبيا. مش علينا في المنهج الجزء ده، تمام؟ يبقى انت عندك هنا ايه؟ ان 2015 اتفاقيه 2015 كانت بين مين ومين ومين؟ والله الاتفاقيه شملت 3 دول، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقوا على التعاون فيما بينهم، التنميه فيما بينهم، انهم يتعاونوا في تبادل الخبرات، انهم يتعاونوا في المشاريع ما بينهم، انهم يتعاونوا في كل ده مشاريع التنميه مع بعض، والاستخدام المنصف للمياه، الاستخدام المنصف للمياه. تمام؟ ده كده الاتفاقيات الاقليميه. تمام؟ يبقى الاتفاقيات الإقليمية 2، اتفاقية 1929 ودي شملت 11 دولة، واتفاقية 2015 ودي شملت 3 دول. كده عندنا نوعين من الاتفاقيات، اتفاقيات دولية على نظام عالي بقى، ده اتفاقيات بتنظمها الأمم المتحدة، اتفاقيات عالمية تحت إشراف دولي، واتفاقيات إقليمية بين دول حوض نهر النيل 11، منهم اتفاقية سنة 1929 ال11 دولة اجتمعوا، ومنهم في 2015 كان اجتماع مصغر كده بين مصر واثيوبيا والسودان. خش بقى على دور مصر. مصر عملت ايه بحوض نهر النيل في التنميه الاستدامه بتاعتها؟ يعني مصر نمت ازاي وساعدت ازاي في تحقيق التنميه المستدامه لنهر النيل؟ مصر كان دورها ايه في التنميه؟ ساعدت ازاي في تطوير النهر، في تطوير حوض النهر، في تطوير الدول اللي موجوده وبيمر بها النهر؟ مصر ساعدت ازاي في الحفاظ على الميه؟ وهكذا. نتكلم ان مصر، يقول لك مصر تسعى منذ القدم على استدامه المياه والاستخدام المنصف للمياه واستثمارها بشكل جيد فيما يحقق الاقتصاد الاخضر. يعني ايه؟ مصر بتسعى ايه؟ الى تنميه مواردها، هي عندها نهر النيل مثلا كمورد، عايزه تستغله افضل استغلال، بس مش هنضر مين؟ مش هنضر الاجيال القادمه، ولا هنضر الناس اللي خلفنا الميه. واستثمار الموارد بشكل مستدام، هنستثمر الموارد بتاعتنا بشكل مستدام، يعني احنا هنستخدم دلوقتي ميه بس برضه مش هنستخدمها بكثره، لا هنسيب ميه للاجيال اللي بعدنا، هنسيب عشان يجوا يلاقوا ميه، تمام؟ اهو ويراعى حقوق الاجيال القادمه. يبقى انا ايه؟ هستخدم ميه بس برضه هراعي حقوق الاجيال القادمه. وده بيتلخص في حاجه اسمها الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر يعني ايه؟ الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الاخضر هو اقتصاد الاخضر ايه؟ بقول لك صديق للبيئه، يعني اقتصاد صديق للبيئه غير ملوث للبيئه، تمام؟ ويستهدف اقامه اقتصاد مستدام وتحقيق عداله اجتماعيه. الاقتصاد الاخضر الاقتصاد اللي بيقوم على ايه؟ اساليب مستدامه غير ملوثه للبيئه فيما تحقق العداله الاجتماعيه. يعني هنا مصر هتستخدم ايه؟ الميه اللي موجوده، تمام؟ وهتعمل مشاريع عليها عشان تستثمر الموارد دي، ما الميه مورد، مصر هتعمل مشاريع عشان تستخدمها، بس المشاريع دي هتكون مشاريع يعني ايه؟ مستدامه غير ملوثه للبيئه، مش هنضر البيئه في حاجه، مشاريع مستدامه، تمام؟ المشاريع دي هنعملها علشان حاليا نستخدم النيل افضل استخدام، تمام؟ بس ما ننساش هناخد بالنا من الاجيال القادمه ان احنا ما نضرهمش بان احنا نخلص لهم الميه مثلا، ان احنا نعمل مشاكل بعيده الامد، لا احنا هنستغل الموارد بس مش هنضر اللي جاي بعدنا، تمام؟ ونحقق العداله الاجتماعيه، كل الشعوب وكل الناس ايه؟ هتاخد حقها، مش هنظلم حد، تمام؟ طيب مصر بقى عملت شويه حاجات حلوه كده في القاره كلها. رقم 1، مصر أنشأت خزان اسمه سينار على النيل الأزرق في السودان. شفنا في الخريطة من شوية النيل الأزرق والنيل الأبيض، النيل الأزرق في السودان، مصر عملت عنده خزان اسمه خزان سينار. خزان إيه؟ خزان سينار، تمام؟ يبقى رقم 1 مصر أنشأت خزان سينار فين؟ على النيل الأزرق في السودان. طيب رقم 2، أنشأت سد في أوغندا اسمه سد أوين. لو بصينا على اوغندا وهي شمال بحيره فيكتوريا اللي عندها سد اسمه سد اوين. سد اوين مصر اللي انشأته. مصر ايه علاقه مصر باوغندا؟ لا، ما هي مصر لها دور قوي وفعال، ومن اولى الدول اللي اهتمت بتنميه واستدامه الموارد المائيه في القاره باكملها، فبالتالي كانت بتساعد. فراحت اوغندا عملت لهم سد اسمه سد اوين، راحت السودان عملت لهم خزان صناعه. بس كده لا، دفعت تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء في السودان.
السودان كانوا بيعملوا او كانوا عاوزين يعملوا يعني خزان عشان يولد طاقه كهرومائيه. الطاقه الكهرومائيه الناتجه عن عارفين السدود وخزانات طبعا. بيحصل ايه نتيجه ليها؟ اللي هو انتاج الطاقه الكهرومائيه عن طريق التوربينات والمحطات اللي بيعملوها كده زي السد العالي. تمام. فبيحصل توليد للطاقه الكهرومائيه. فالسودان كانت عايزه تولد طاقه كهرومائيه. طيب فكانوا بينشئوا سد اسمه سد جبل الاولياء او خزان جبل الاولياء. خزان جبل الاولياء. فمصر اللي دفعت تكاليفه، مصر اللي صرفت عليه الخزان ده. يبقى مصر ما انشئتش جبل الاولياء او خزان جبل الاولياء، لا، مصر لم تنشئ خزان جبل الاولياء بل ايه؟ دفعت تكاليفه. يبقى مصر دفعت التكاليف ولم تنشئه. مصر دفعت تكاليف انشائه بس مش هي اللي راحت اشتغلت، لا، دفعت فلوسه. اما يتكلف كام مليار دولار خد. مصر دفعت تكاليف ايه؟ انشاء جبل خزان جبل الاولياء فين؟ في السودان لتوليد الطاقه الكهرومائيه. طب بعد كده عملت ايه؟ مصر حفرت ابار في كينيا. فين البير؟ الابار اللي بيطلع منها المياه الجوفيه دي. مصر حفرت العديد والعشرات منها في دوله ايه؟ كينيا. دوله ايه؟ كينيا. طيب وانشات ايه تاني؟ مراكز البحوث. مراكز البحوث ده مكان كده مجمع علمي بيتم فيه ايه؟ بيتم فيه محطوط فيه مثلا كل الابحاث العلميه اللي اتكلمت عن مكه معينه. هنا هنتكلم عن مراكز البحوث انشأوها فين؟ في تنزانيا. ففي تنزانيا انشأت مركز بحوث. المركز ده مختص بالبحوث اللي لها علاقه بنهر النيل مثلا والكلام ده، فيها كل الابحاث اللي اتعملت، اي حد عايز يعمل ابحاث ايه وعايز داتا يروح ياخدها من هناك وهكذا، يبقى انشأت مركز للبحوث. طب واي حد عايز يعمل بحث عن نهر النيل ويساعد وينشئ بيروح هناك. تمام. يبقى مصر انشأت ايه؟ مركزا للبحوث في تنزانيا. بس كده اخر حاجه وهي تطهير بحيرتي. يبقى طهروا البحيرتين دول. بحيرتين ايه؟ احنا اخذنا بحيرتين اللي هم في المنابع الدائمه، بحيره فيكتوريا وكان في نهر كاجيرا، فمصر طهرتهم. يبقى تطهير بحيرتي فيكتوريا وكيوجا. انه هنا كده نتكلم عن ايه؟ بحيره كيوجا مش نهر كاجيرا. بحيره كيوجا دي كانت ايه؟ كانت شمالها شويه. تمام. يبقى كده بنتكلم عن ان مصر طهرت بحيرتين هما: واحد فيكتوريا ودي ثاني اكبر البحيرات العذبه في العالم، اثنين بحيره كيوجا. طب طهروها من ايه يعني؟ ما كانتش نظيفه يعني ولا ايه؟ طهروها من إيه؟ لا، طهروها من النباتات والحشائش. النهر ده او البحيره دي كان فيها شويه اعشاب، شويه حشائش طالعه كده بتعوق حركه المياه، بتعطلها. وانت موجود اهو، انا مثلا انا حشائش اعشاب صغيره وفريحه وفريحه وفريحه، فالميه لما تيجي تعدي انا هعطلها. فكده ايه؟ ان النباتات موجوده القصيره والحشائش، فالميه لما تيجي تعدي وتجري فده بيعطل جريانها. يبقى مصر عملت حملتين لتطهير ايه؟ او مصر طهرت البحيرتين بتوع مين؟ فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات، لان دول كانوا بيعطلوا جريان المياه. يبقى مصر عملت جهود كثيرة في دول حوض نهر النيل. رقم واحد: إنشاء خزان سينار على النيل الأزرق للسودان. مصر اللي عملت الخزان ده في السودان على النيل الأزرق اسمه خزان سينار. اثنين: مصر أنشأت سد أوين في أوغندا. سد في أوغندا مصر اللي عملته اسمه سد أوين. ثلاثة: مصر أنشأت أو حفرت العديد من الآبار في كينيا. راحت كينيا وحفرت آبار كتير. أربعة: راحت مصر دفعت فلوس لإنشاء خزان اسمه جبل الأولياء في السودان لتوليد الطاقة الكهرومائية. السودان عاوزة تولد طاقة كهرومائية فحبت إنها تعمل خزان اسمه جبل الأولياء. مصر دفعت فلوس تكاليفه كلها. طيب خمسة: مصر أنشأت مراكز للبحوث في تنزانيا. مراكز للبحوث في تنزانيا مصر اللي دفعت فلوسها وأنشأتها، كان مصر اللي أنشأتها. خمسة أو آخر حاجة ستة: تطهير بحيرتين هما مين؟ فيكتوريا وكيوجا. مصر طهرتهم من من النباتات والحشائش اللي كانوا بيعطلوا جريان المياه. تمام. كده اتكلمنا عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ودور مصر المهم في التنمية المستدامة والجهود اللي عملتها. نتكلم عن الجزء الثاني في الدرس، وده آخر جزء معانا في الدرس، ألا وهي الحضارات اللي نشأت فين؟ اللي نشأت في افريقيا، الحضارات القديمة في افريقيا. تمام. هناخد الاول ايه هي العوامل اللي استندت على انشاء الحضارات، بعدين هناخد الحضارات وهم 4. طيب رقم 1: لازم تعرف ان انت عندك حضارات كتيرة نشأت في افريقيا، وخاصة يعني على ضفاف نهر النيل، لان نهر النيل بيوفر لك المية، بيوفر لك التربة الخصبة. فيعني هي العوامل دي اللي انا عايزها عشان استقر في المكان ده.
انا والله لو عندي ميه وتربه خصبه هزرعها وبعد الزرع هاكله، فانا هسكن في المكان ده. هسكن فيه. طيب بعد ما اسكن فيه غيرها هيسكن وغيرها هيسكن، فهنتجمع، هنبقى قريه، قريه تبقى مدينه، مدينه تبقى دوله، ونبقى حضاره، وهكذا. يبقى انت عندك ايه؟ نشأت العديد من الحضارات على ضفاف نهر النيل، على ضفاف ايه؟ نهر النيل. وذلك ايه؟ بسبب شويه عوامل كده. في عندنا عوامل ساعدت في قيام الحضارات القديمه، عوامل طبيعيه من ربنا منح لنا. هي اسمها ايه؟ الحاجات الطبيعيه دي اللي هي العوامل الطبيعيه دي ربنا اللي منحها لنا، مفيش حد يتدخل فيها. زي ايه؟ زي المعادن اللي عندك، زي الثروات الطبيعيه اللي عندك، زي مصادر الطاقه اللي عندك، زي الميه، زي الحاجات دي، حاجات كتير. تمام. الموقع المتميز برضه، يبقى ده عوامل طبيعيه لا دخل للانسان فيها، وانما وهبها ومنحها الله لنا. زي ايه؟ الموقع الجغرافي المتميز. لما تتكلم عن الحضاره المصريه فانت موقعها في اقصى شمال شرق القاره الافريقيه، وهي البوابه الى اسيا والى افريقيا. تمام. فانت موقعها متميز جدا كمان. تمام. بتتكلم عن الثروات الطبيعيه اللي موجوده من معادن ومصادر طاقه، بتتكلم عن مياه عذبه، عندنا نهر النيل بيوفر لنا الميه العذبه اللي بتساعد على الاستقرار جنبه، لان انا لو ما عنديش ميه عذبه مش هستقر في مكان ما فيهوش ميه. انا عاوز اشرب، عاوز اكل، استخدم الميه دي في شرب وفي اكل في حاجات كتير. فلما مكان ما فيهوش ميه مش هروح اعيش فيه، ابقى غبي يعني، صح؟ والنباتات والمعادن اهو. رقم 2 عندنا العوامل البشريه. ايه هي العوامل البشريه دي؟ مرتبطه بالسكان، السكان المحليين، السكان الاصليين اللي ايه؟ اللي اجتهدوا واستثمروا مواردهم وارضهم لحد ما عملوا الحضاره. يبقى عندي العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارات القديمه في افريقيا 2 عوامل طبيعيه منحها ووهبها الله سبحانه وتعالى الينا، زي المعادن ومصادر الطاقه والثروات والمياه والنباتات والى غيره. بنتكلم عن العوامل البشريه وهي السكان، متركزه في السكان. طيب نتكلم بعد كده ان نهر النيل زي ما اتكلمنا انه ساعد على استقرار الناس في ريحه. ازاي؟ ما احنا نهر النيل اهو بيوفر لنا ميه وتربه خصبه، فالناس هتستقر في ريحه، هتزرع وتاكل من الزرع وتستخدمه ايه؟ في انها تبيعه كمان. يبقى انا كده نهر النيل بميته العذبه وتربته الخصبه ساعد الانسان على الاستقرار في على ضفافه وقيام الزراعه، وبعدين نشأة الحضارات. يبقى أنا عندي استقرار الإنسان على ضفاف نهر النيل أدى إلى قيام الزراعة، وبعدها أنشأت أو تم إنشاء الحضارات ونشأة الحضارات. يبقى كده وجود النهر النيل أو وجود نهر النيل وتوفر المياه العذبة والتربة الخصبة أدى إلى استقرار السكان على ضفاف نهر النيل، وبالتالي قيام الزراعة ونشأة الحضارات. طيب عندنا حضارات زي إيه؟ رقم 1 الحضارة المصرية القديمة اللي في شمال القارة. رقم 2 حضارة أكسيوم، وأكسيوم دي بتاعة إريتريا وإثيوبيا، وإريتريا. تمام، خد بالكم من دي. عندنا حضارة قرطاج دي في تونس، حضارة قرطاج دي في تونس، وحضارة كوش اللي هي في بلاد السودان. يبقى عندنا هناخد 4 أمثلة للحضارات اللي كانت إيه؟ موجودة في القارة الإفريقية. رقم 1 الحضارة المصرية القديمة، رقم 2 حضارة كوش، رقم 3 حضارة أكسيوم، رقم 4 حضارة قرطاج. الحضارة المصرية القديمة عارفينها حضارة مصر، حضارة كوش دي اللي هي ايه؟ حضارة بلاد السودان اللي في جنوبنا كده على طول. طب 3 حضارة أكسيوم دي اللي هي بتشمل دولتين إثيوبيا وإريتريا دول في شرق القارة الإفريقية. 4 حضارة قرطاج دي موجودة برضو في شمال القارة على ساحل البحر المتوسط في تونس. تمام. يلا بقى نخش على الحضارات دي وناخدها واحده واحده، ونيجي بقى لاخر جزء معانا في الدرس، الحضارات اللي موجوده عندنا. رقم 1 الحضاره المصريه القديمه، حضاره مصر بلدنا. طيب هنتكلم رقم 1 عن الموقع، ان هي كانت موجوده فين؟ موجوده في شمال القاره. موجودة فين؟ موجودة في شمال القارة. طبعا عارفين الحضارة المصرية القديمة موجودة في مصر، ومصر كانت موجودة في شمال القارة الإفريقية. طب نشأت ازاي الحضارة المصرية القديمة؟ والله يقول لك ان النيل كان له دور كبير جدا وقوي في نشأة الحضارة المصرية، لأن الإنسان المصري القديم استقر على جانبي نهر النيل. ليه؟ عشان عنده مية وعنده تربة خصبة، فعمل ايه؟ فقام بالزراعة. طيب زرع واكل وشرب وباع صادراته، كون القرى. طب القرى كبرت بقت مدن،
طب المدن كبرت بقت اقاليم، طب الاقاليم اتحدت وكونا دوله، وبقينا دوله موحده ذات سياده، وكونا ايه؟ عصر الاسرات، وبدا عصر الاسرات. يبقى هنا نشاتها ان كان للنيل دور رئيسي في نشاتها. ليه النيل مهم وكان له دور رئيسي في نشاتها؟ قال لك لان استقر المصري القديم على جانبي النيل. الانسان المصري القديم استقر على جانبي نهر النيل، على ضفاف النيل، وعرف الزراعه، زرعه، واستأنس الحيوان، ربى الحيوانات استخدمها، ثم انشأ القرى اهو، تجمعات بقى. ما انت عندك ايه؟ واحد راح سكن بنى بيت على ضفاف النيل وبذل حته الارض زرعها وبتاع، جنبه واحد، جنبه واحد، كونوا قريه. طب شويه قرى كونوا مدينه، طب كم مدينه؟ كونوا اقاليم، طب كم اقليم؟ كونوا دوله. تمام؟ يبقى كونوا القرى، ثم المدن، ثم الاقاليم، ثم ايه؟ استطاعوا توحيد البلاد وتكوين الاسرات. يبقى البلد اتوحدت تحت ايد واحده، ايد واحده. طيب مين فاكر اهم الملامح بقى نتكلم عنها؟ قال لك والله ان كان في مراحل نهضه وتقدم كبيره جدا في العصر ده. العصر ده كان عصر قوي، او بعد كده ظهر يعني عصور قويه، وكان في بينها عصور اضمحلال وعصور ضعيفه. عشان ايه؟ ما تفكرش بس ان كانت العصور او من بدايه عصر الاسرات كانت كلها عصور قويه، لا، هي كان فيها عصور قويه، كان فيها نهضه في علوم كتير، في الاداب، في الفنون، في التعليم، في العماره، في حاجات كتير، بس برضه كان بيتخللها عصور اضمحلال وضعف. تمام؟ يبقى كان في مراحل نهضه وتقدم. طب مراحل النهضه دي، مراحل التقدم دي، كان التقدم فيها في اي مجالات؟ قال لك والله كان تقدم في التعليم. كان في ايه؟ في التعليم والعماره. هم البنى يعني، مش بنوا اهرامات وبنوا ونحتوا ابو الهول وعملوا حاجات كتير وبنوا مقابر، والفنون والاداب. تمام؟ بل انهم اقاموا المشروعات الاقتصاديه وحرصوا، او هم اهتموا انهم يعملوا علاقات تجاريه مع الحضارات اللي فيهم. يعني الحضاره المصريه اللي فوق عملت علاقه تجاريه مع مين؟ مع حضاره كوش اللي في الجنوب، اللي في السودان يعني. عملت ايه؟ علاقه تجاريه، يعني قوافل تجاريه رايحه جايه، احنا نشتري منهم هم يشتروا منا، وهكذا. وكذلك بلاد بونت، وكذلك بلاد ايه؟ بلاد بونت. تمام؟ طيب نتكلم عن إقامة المشروعات الاقتصادية، إن هم عملوا مشروعات اقتصادية، بدأوا إن هم يعملوا مشروعات اقتصادية في البلد، واهتموا بالعلاقات التجارية الاقتصادية مع الحضارات اللي جنبهم. تمام؟ واحنا اثرنا في الحضارات دي وتاثروا بينا. يبقى لما تتكلم عن الحضاره المصريه القديمه، رقم واحد الموقع في شمال القاره، رقم اثنين نشاتها. قال لك والله نشاتها السبب الرئيسي هو نهر النيل، لان مصر القديم استقر على ضفافه، وعرف الزراعه، واستانس الحيوان، وانشا القرى، ثم المدن، ثم الاقاليم، ثم وحدت البلاد. طيب بعد كده يقول لك والله ان هم ايه؟ فترات القوه والنهضه والتقدم اهتموا بالتعليم والعماره والفنون والاداب وحاجات كتير، واقاموا المشروعات الاقتصاديه، واهتموا ببناء علاقات تجاريه قويه مع الحضارات المجاوره مثل حضاره كوش في الجنوب وبلاد بونت، واثروا بنا واثرنا بهم. طيب تاني حضاره وهي حضاره كوش، وحضاره كوش دي اللي موجوده فين؟ في شمال السودان. فين؟ شمال السودان. قال لك ان الكوشيين اقاموا ايه؟ مملكه قويه جدا في شمال السودان. قال لك والله بل وكانت مركزا تجاريا، وكانت في البدايه في مدينه نبته ثم المروي. يبقى لما نتكلم رقم واحد هنا في حضاره كوش ان هي كانت في شمال السودان. تمام؟ ونفترض ان دي السودان، هو كانت في شمال السودان الحضاره دي. الكوشيين كونوا المملكه بتاعتهم دي هنا، العاصمه بتاعتهم كان اسمها نبته، بعدين حولوها لمروي او مروي. تمام؟ يبقى العاصمه في الاول كانت مين؟ نبته، راحت لايه؟ مروي. يبقى العاصمه انه الاولى كانت مروي ولا نبته؟ لا، الاول كانت نبته راحت لمروي. يبقى خد بالك في ايه؟ العاصمه كانت ايه وانتقلت لايه؟ كانت ايه؟ نبته انتقلت لمروي. تمام؟ مش العكس. بيقول لك برضه ان الملامح بتاعتها ان عمل اهل هذه الحضاره بالتجاره، بل وكانت مركزا تجاريا. حضاره كوش، ايوه حضاره كوش اللي في شمال السودان كانت مركز تجاري، قلب التجاره، مليانه تجاره، بيجي لها قوافل وبيطلع منها قوافل. تمام؟ وكانت اشتهرت بالتجاره وكانت مركزا تجاريا. طيب التجاره بتاعتها اشتهرت بمنتجات زي ايه؟ قال لك والله كان عندهم حاجات مهمه جدا، ومنتجات هي الاعلى قيمه اقتصاديه، ودي المنتجات اللي بيصدروها زي ايه؟ زي العاج.
وعرفنا يعني ايه عاج، وزي البخور وزي الحديد والذهب. يبقى المنتجات ذات القيمة الاقتصادية القوية والكبيرة في حضارة بلاد كوش هي الأربعة دول: عاج، بخور، حديد، ذهب. طيب قال لك واقاموا علاقات ايه تجاريه زي احنا ما اقمنا علاقات تجاريه، هم برضو اقاموا علاقات تجاريه. طب احنا بنتكلم عن السودان جنوبنا، هيعملوا علاقات تجاريه مع مين؟ مع مصر في الشمال. يبقى قاموا علاقات تجارية مع مين؟ مع مصر فين؟ في الشمال. طيب مع مين تاني؟ تحتهم في شرق القارة عندهم حضارة أكسيوم اللي هي بتاعت إثيوبيا وإريتريا، وأكسيوم شرقا. تمام. يبقى عملوا علاقات تجارية مع مين؟ قوافل تجارية رايحة جاية، تجارة رايحة جاية مع مين ومين؟ مع الحضارة المصرية في الشمال وحضارة أكسيوم في شرق القارة. تمام. ده كده كانت حضاره كوش، وان هي ازاي تاجرت واقامت واهتمت بالعلاقات التجاريه مع الحضارات الثانيه. طيب اهتموا بايه تاني؟ اهتموا بالزراعه، اهتموا بالزراعه برضه. يعني هم ما كانش اهتمامهم الكبير بالزراعه، لا كان بالتجاره، بس ما اهملوش الزراعه برضه. تمام. وبرعوا في النحت والعماره. يبقى لما تتكلم عن حضاره كوش رقم واحد تقول لي ان هي موقعها فين؟ موقعها في شمال السودان. والكوشيين لما كونوا المملكه دي كونوا مملكه قويه، مركزها الاول كان في نبته ثم نقل الى ايه؟ الى مروي. اهتموا بايه؟ اهتموا بالتجاره رقم واحد، اهتموا بالزراعه بس مش بشكل كبير، اهتموا بالعماره والفنون بس مش بشكل كبير. اهتمامهم الاصيل كان بالتجاره، بل وكانت حضاره كوش مركزا تجاريا وفيه منتجات هي الاعلى بالقيمه الاقتصاديه والاولى في الصادرات زي ايه؟ عاج، ذهب، حديد، عطور. تمام. بخور، عاج، ذهب، حديد، بخور. دي كده كانت حضاره كوش. طيب حضاره كوش بقى ازاي اتاثرت بمصر؟ ازاي حضاره كوش اثرت في مصر واتاثرت بيها؟ هنا قال لك مظاهر تاثر الكوشيين. الكوشيين ازاي يتاثروا بينا بالحضاره المصريه؟ اخذوا مننا ايه؟ يتاثروا بينا ازاي؟ يتعلموا مننا ايه يعني؟ قال لك والله نحت التماثيل. مصر كانت بتنحت التماثيل، فهم اخذوا مننا الجزئيه دي وبداوا ان هم ينحتوا تماثيلهم هم كمان. رقم اثنين بناء المعابد والاهرامات. ما كانوش بيبنوا اهرامات، لما شافوا المصريين القدماء بيبنوا اهرامات وكبيره جدا قلدوهم يعني فبنوا اهرامات. نفس الكلام بنوا معابد اخذوها من المصريين القدماء. طب الاهرامات اللي هم بنوها زي ايه؟ زي هرم مروي، ومروي دي هي العاصمه او المركز الثاني بعد نبته. خد بالك. تمام. يبقى كده هم نقلوا عن المصريين ايه؟ رقم واحد المعابد والاهرامات زي مروي ونحت التماثيل. طيب رقم اثنين بقى اخذوا حاجه ثانيه، عباده بعض المعبودات. عندنا في مصر كانوا بيعبدوا معبودات كتير كتير جدا. حضاره كوش اخذوا شويه معبودات منهم وعبدوهم، يعني شويه معبودات هم شافوهم انهم عاوزين يعبدوهم فعبدوهم. زي عباده الاله مين؟ رع، آمون، إيزيس، أوزوريس. عبادة الأربع آلهة دول أخذتهم الكوشيين، رع، آمون، إيزيس، وأوزوريس. الأربع آلهة دول عبدهم الكوشيين. ليه؟ لأنهم شافوا المصريين بيعبدوهم فقلدوهم زيهم كده. تمام. طب ارجع بقى ورا شويه لهرم مروي. مش قلنا ان مروي دي كانت المركز الثاني بعد نبته؟ والكوشيين اخذوا الاهرامات من مصر؟ وانشأوا اهرامات زي هرم مروي؟ طب هرم مروي ده اهميته ايه؟ هرم مروي اعلنته الامم المتحده عام 2011 مركز او موقع تراث عالمي. موقع تراث عالمي. موقع تراث يعني مكان تراثي مهم جدا، موقع اثري مهم جدا عام 2011. يبقى كده اهرامات مروي تم ايه؟ عام 2011 تم اعتمادها من قبل الامم المتحده انها ايه؟ موقع تراث عالمي. موقع تراث عالمي. ده كده كان بالنسبه لتاثر الكوشيين بينا كمصريين. اتكلمنا انهم اخذوا مننا رقم واحد نحت تماثيل وبناء معابد واهرامات زي هرم مروي اللي عام 2011 اعتمدته الامم المتحده موقع تراث عالمي، واخذوا مننا عباده بعض المعبودات زي اوزوريس وايزيس وامون. بنتكلم بعد كده عن ايه؟ ثالث حضاره وهي حضاره اكسيوم. الحضاره اللي في اثيوبيا وفي اريتريا. طيب نتكلم عن ايه؟ قال لك والله ان هي كانت في شرق القاره، انت لو بصيت على القاره الافريقيه تمام
هتلاقي هنا كده اثيوبيا واريتريا، تمام. يبقى كانت فين؟ كانت في شرق القاره في اثيوبيا واريتريا. طب قال لك ان هي اعتمدت على ايه بشكل رئيسي؟ الزراعه ولا التجاره؟ تجاره. يبقى اعتمدت على التجاره بشكل رئيسي. نفس الكلام كان حضاره كوشا اعتمدت على التجاره، بس احنا كنا زراعه. تمام. الحضاره المصريه كانت زراعه، يعتمد بشكل رئيسي على ايه؟ على التجاره، بل ولعبت التجاره دور قوي وكبير جدا في نشاه الحضاره اللي هي حضاره ايه؟ اكسيوم. طب بقول لك انها برضه كان بمثابه مركز تجاري برضه وملتقى القوافل التجاريه. يعني ايه؟ يعني هي مكانها هنا، القوافل بتيجي من كل مكان تبيع منتجات وتشتري منتجات وتمشي تاني، فكانت مركز تجاري. يعني انا عندي مكان اهو، ومكان 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 بيتجمعوا في المكان ده زي السوق كده، بيتجمعوا فيه كل اللي معاه بضاعه يروح يبيعها، واللي عايز يشتري بضاعه يروح يشتريها من هناك. فكانت مركز تجاري قوي جدا وكبير جدا. طيب بيبيعوا ايه هناك؟ المكان ده فيه ايه؟ بضيع ايه؟ يعني عاوز اروح اشتري انا كمان. الله في ذهب، وعارفين الذهب، العاج والعطور والتوابل. والتوابل كانت مهمه جدا زمان، تمام. وكانت ايه؟ اعلاها قيمه اقتصاديه، دول اغلى حاجه. يبقى اغلى حاجه هي اعلى قيمه اقتصاديه هي ايه؟ التوابل والعطور والعاج والذهب. الذهب عارفينه بنستخدمه في الحلي والزينه، العاج ده حاجه كده ايه؟ بين الخشب وبين الصخر او بين الحجر، المصري القديم كان بينحت عليه. العطور المصري القديم كان بيستخدمها في الطقوس تحنيط الموتى. برضه التوابل كانوا بيستخدموها في الاكل عادي جدا، تمام. يبقى ده كده ايه؟ الحاجات اللي هم الاعلى قيمه اقتصاديه عندهم الى المنتجات يعني. طب اهتموا سكانهم بايه تاني غير التجاره؟ احنا اتكلمنا ان اهتمامهم بالتجاره كان ايه؟ اهتمام كبير. طب اهتموا بايه تاني؟ بالزراعه وتربيه الحيوان. برضه دول اهتموا بالزراعه، ودول اهتموا بالزراعه وتربيه الحيوانات برضه. يبقى كده عندي الثلاث حضارات دول اهتموا بالزراعه وتربيه الحيوانات. الحضاره المصريه كانت مهتمه بالزراعه بشكل كبير، بل وكان ايه هو ده السبب الحقيقي لنشاتها؟ هو نهر النيل. طب حضاره كوش لا، كانت اعتمدت بشكل كبير على التجاره بس ما سابتش الزراعه. طب اكزيوم برضه ما سابتش الزراعه وتربيه الحيوانات، اهتمت بيهم، اهتمت بالزراعه بانها تزرع محاصيل وتربي حيوانات وكلام من ده. بس كانت الحاجه الاصليه عندهم والقويه عندهم والمشهوره بيها هي التجاره، بل وكانت مركزا تجاريا للعديد من القوافل التجاريه، وكانت ملتقى التجار وعندها منتجات هي الاغلى قيمه اقتصاديا زي العطور وزي العج وزي الذهب وزي التوابل. طيب نخش على اخر حاجه وهي الصناعه. برضه اشتهروا بالصناعه. طب صنعوا ايه؟ الفخار. عارفين ادوات الفخاريه زي الاولى والحاجات دي؟ وزخرفاته، وكانوا بيزينوه كمان بالزخرفه، كانوا بيزينوه. والزجاج، صنعوا الزجاج. يبقى كده حضاره اكسيوم اهتمت بثلاث حاجات: تجاره، زراعه، صناعه. التجاره وعرفنا انها كانت مركز تجاري. الزراعه اهتموا بالزراعه وربوا حيوانات فيها. طب الصناعه صنعوا الادوات الايه؟ او الحاجات اللي هو الايه؟ من الفخار. صنعوا ادواتهم من الفخار اللي هو ايه؟ الحاجه الاول شبه الاولى دي، تمام. وصنعوا ايه؟ وزخرفوها، زينوها كمان بالزخرفه. وصنعوا الزجاج. ده كده كانت حضاره اكسيوم اللي هي فين؟ في شرق القاره الافريقيه، اثيوبيا واريتريا، وكانت مركزا تجاريا وملتقى القوافل التجاريه، واهتموا بالزراعه وتربيه الحيوان والصناعه. نخش على اخر حضاره معانا وهي الحضاره الرابعه معانا، حضاره قرطاج. يلا بينا. موقعها فين قرطاج دي؟ احنا قلنا قرطاج من شويه دي في تونس، يبقى على الساحل الشمالي لقاره افريقيا. يبقى ظهرت على الساحل الشمالي في افريقيا، فين؟ في تونس. في تونس، تمام. طب نشأتها، والله لو تفتكروا معانا، او مش هتاخدوها دلوقتي، هتاخدوها في ثانيه، هتاخدوها في ثانيه اعدادي. بياخدوا الحضاره او حضاره الفينيقيين او فينيقيا. هنتكلم عن حضاره فينيقيا هنا، انتوا مش هتاخدوها بالتفصيل لكم، بس ايه الجزئيه البسيطه دي، ان فينيقيا او الحضاره الفينيقيه كانت موجوده فين؟ موجوده في سوريا ولبنان وفلسطين وجزء من الاردن، 4 دول دول. فكان في هناك حضاره قويه جدا. الحضاره دي راحت في تونس، في قرطاج، عملت مركز هناك، مركز ليها. ليه؟ عشان هي حضاره فينيقيا دي كانت معتمده على التجاره والتجاره البحريه بالسفن بتاعتهم في البحر المتوسط، تمام. فعملوا المدينه بتاعتهم او المركز بتاعهم عند قرطاج عشان يامن لهم السفن والرحلات بتاعتهم دي. هم بيطلعوا من فينيقيا اللي هو سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، بيطلعوا من هناك يروحوا لاسبانيا، قوافل اللي تجاريه كده من هنا لهنا. فعملوا مدينه قرطاج دي في المنتصف ما بينها عشان يامنوا الرحلات دي.
عشان القراصنه اللي في البحار والكلام ده ما يطلعوش يدمروا القوافل بتاعتهم. فكده الفينيقيين هم اللي لهم الفضل في انشاء مدينه قرطاج. مدينه قرطاج الفينيقيين هم اللي انشأوها. ليه؟ لتامين رحلاتهم وقوافلهم التجاريه في البحر المتوسط من فينيقيا الى اسبانيا. يبقى انا عندي حضاره زمان اسمها فينيقيا، كانت بتستخدم التجاره ومعتمده على التجاره من فينيقيا لاسبانيا. راحت عملت مركز تجاري في قرطاج. ليه؟ عشان تامن ايه؟ تامن القوافل بتاعتها والله من اي حاجه تضرها. يبقى انا عندي ايه؟ مركز هناك. تمام. مع مرور الوقت سنه ورا سنه ورا سنه في قرطاج بقت قويه. قرطاج قوت، مكان بقت قوي، فاعلنت استقلالها. استقلت عن حضاره فينيقيا. واحده واحده بقت مملكه واحده، مملكه مستقله قويه وكونت حضاره. يبقى هنا لما تتكلم عن ايه؟ هنا قرطاج ان نشاتها يرجع الفضل لمين؟ للفينيقيين في نشاتها على البحر المتوسط. ليه؟ بهدف تامين رحلاتهم من فينيقيا لاسبانيا. رحلاتهم بتطلع من فينيقيا لاسبانيا، فعملوا مركز تجاري في النص هنا، مركز يحمي القوافل بتاعتهم. طيب ومع مرور الزمان اصبحت مدينه قويه. قرطاج دي اصبحت مدينه قويه فاستقلت بحكمها وانفصلت عن مدينه او عن حضاره فينيقيا، واصبحت مملكه حره وحكمت معظم ساحل البحر المتوسط. حكمت ساحل البحر المتوسط معظمه يعني بسبب موقعها الاستراتيجي طبعا. طيب بقول لك برضو هنا معلومه وجزئيه بسيطه ان حضاره قرطاج نشأتها تختلف تماما عن الحضاره المصريه وحضاره اكزيوم وحضاره مين؟ كوش. لان الحضاره المصريه اعتمدت على نهر النيل. كوش نهر النيل، اكزيوم نهر النيل، لان لولا نهر النيل ما كانش هتقوم الزراعه ولا التجاره ولا الصناعه. بس حضاره قرطاج اعتمدت على التجاره. يبقى الثلاث حضارات اعتمدوا على نهر النيل ما عدا قرطاج. يبقى لما تتكلم هنا عن ايه؟ اختلاف نشأة الحضارات الاربعه في القاره، والله انا عندي الحضاره المصريه، عندي حضاره كوش، حضاره اكزوم، الثلاثه نشأوا على ضفاف نهر النيل، ونهر النيل السبب الاول والرئيسي في نشأتهم، واعتمدوا فيه على الزراعه والصناعه والتجاره. والحضاره المصريه هي اللي اهتمت بالزراعه بشكل اكبر، بينما اكزيوم وكوش اهتموا بالتجاره بشكل اكبر. طب لما تروح لحضاره قرطاج لا، ما اعتمدتش على نهر النيل، اصلا نهر النيل مش بيمر فيها، فلم تعتمد على نهر النيل في قيمها، بل اعتمدت على التجاره في ساحل البحر المتوسط. يبقى كده ايه الاختلاف بين حضاره قرطاج والثلاث حضارات الثانيه؟ ان الثلاث حضارات اللي هم الحضاره المصريه واكزوم وكوش اعتمدوا في قيامهم على نهر النيل، نهر النيل اللي ساعد على قيام هذه الحضارات ونشأة الحضارات دي، بينما قرطاج لا، اعتمدت على التجاره في ساحل البحر المتوسط. تمام كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى سؤال الحلقه، سؤال الدرس بتاعنا بيقول قارن بين منابع نهر النيل. يعني ايه؟ يعني هتجيب لي ورقه كده وتفردها لي وتقول لي عندنا منابع نهر النيل هي نوعين، منابع كذا ومنابع كذا، والكذا هي كذا كذا وروافدها كذا وهكذا. تمام؟ يبقى عندنا السؤال بيقول ايه؟ قارن بين منابع نهر النيل. قارن بين منابع نهر النيل. هتجيب لي منابع نهر النيل هي نوعين، احنا عرفنا ان هي نوعين، هتجيب لي النوع ده وتكتب لي كل حاجه عنه، والنوع ده وتكتب لي كل حاجه عنه. تمام؟ ده كده سؤال الحلقه. وبكده احنا خلصنا الدرس الثالث في الوحده الاولى من الجغرافيا للصف الاول الاعدادي. الحمد لله خلصناها. قريب جدا هنزل الوحده دي مراجعه سريعه كده، هتكون حوالي ساعتين ونص 3 ساعات، بنراجع فيها كل الوحده دي تاني في فيديو واحد ان شاء الله. يعني قريب هنعمل المراجعه دي. تمام؟ ما تنساش بقى يعني لو استفدت من الفيديو او من الشرح ده، ما تنساش تعمل لايك يعني وتشترك في القناه وتشير الفيديو مع اصحابك برضه عشان يستفادوا هم كمان، وتشجعنا ان شاء الله ان احنا نكمل في الحلقات ونزول باقي الحلقات ان شاء الله. تمام؟ ما تنساش تشوف الدرس كويس جدا وتذاكر كويس جدا وتجاوب على السؤال في الكومنتات، ولو في اي مشكله في الشرح او اي مشكله ما انتش فاهمها يعني يا ريت تسيب لي بيها كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.